لو بتدور على لابتوب للبرمجه فلازم تحط في بالك انه مفيش حاجه اسمها لابتوب معين للبرمجه او لابتوب للمبرمجين. ده لابتوب ب 35,000 جنيه وده لابتوب تاني ب 55,000 جنيه، وكلاهما ينفع للبرمجه. وكمان اللابتوبات الاعلى من ده تنفع للبرمجه، واللابتوبات الاقل من ده تنفع هي كمان للبرمجه. حتى الموبايل اللي في ايدك ينفع كمان تبرمج عليه. بس الفكره والسؤال، انت هتبرمج ايه؟ علشان كده في الحلقه دي هنتكلم عن امكانيات اللابتوبات المطلوبه لكل مجال في مجالات البرمجه، سواء بقى كنت بتطور مواقع ويب، بتبرمج تطبيقات موبايل، بتصمم العاب، بتتعلم ذكاء اصطناعي، او حتى شغال في الامن السيبراني. فخلينا نفهم مع بعض ايه الحد الادنى من الامكانيات المطلوبه لكل مجال، وازاي تختار اللابتوب اللي يناسب كل احتياجاتك من غير ما تضيع فلوسك في امكانيات مش هتستخدمها. مش بس كده، لكن هديلك كمان نظره عامه على كل مجالات البرمجه بحيث تاخد عنها فكره قبل ما تختار انت هتكمل في انهي مجال. وهقول لك على نصايح تقنيه مهمه هتوفر معاك فلوس كتير. وخليك معايا لاخر الفيديو علشان ارشح لك افضل اللابتوبات اللي تناسب كل مجال في مجالات البرمجه. اولا، لو انت جاي علشان اي استخدام تاني لللابتوب زي الالعاب او الجيمنج والمونتاج او حتى الشغل المكتبي البسيط، فانا عملت حلقتين فيهم معلومات مفصله جدا عن كل مكونات اللابتوب بالتفصيل، وشرحت لك فيهم ازاي تختار اللابتوب اللي يناسب كل احتياجاتك مهما كانت. حلقات مفيده جدا، ما تنساش تشوفها بعد الحلقه دي. اما لو انت جاي علشان البرمجه فخليني اقسم لك الموضوع بكل بساطه. غالبا استخدامك لللابتوب في البرمجه مش هيخرج عن الاستخدامات دي: البرمجه العامه او الجنرال بروجرامينج، برمجه وتطوير مواقع الويب او الويب ديفلوبمنت، تطوير تطبيقات الموبايل او الموبايل ديفلوبمنت، تطوير الالعاب او الجيم ديفلوبمنت، الذكاء الاصطناعي وتعلم الاله او الماشين ليرنينج، واخيرا الامن السيبراني او السايبر سيكيورتي. خلينا الاول نتفق على كلمتين قبل ما اتكلم معاك في متطلبات مجالات البرمجه دي كلها. في فرق ما بين انك تشتري اللابتوب تتعلم عليه ولابتوب تشتغل عليه. يعني ايه يا بروف؟ يعني ممكن تشتري لابتوب بامكانيات ضعيفه جدا علشان تتعلم عليه البرمجه وهنا مفيش مشكله، لكن لو هتشتغل عليه بعدين في مجالات تجيب بيها فلوس فاللابتوب ده مش هينفعك ومش هيعمل معاك اي مشاريع حقيقيه، وهتحتاج تبيع اللابتوب اللي معاك وتشتري لابتوب جديد بامكانيات اقوى. وليه بقول لك الكلمتين دول يا صديقي؟ علشان معظم اليوتيوبرز واصحاب محلات الهاردوير بيقولوا لك ابدا اتعلم برمجه باي امكانيات مهما كانت ضعيفه جدا، وبعدين ابقى طور اللابتوب بتاعك لما ربنا يكرمك، والمهم تبدا والكلام ده كله. مبدئيا يا صديقي، اللابتوب ما ينفعش تطوره، اخرك تغير فيه الرامات او مساحه تخزين زي هارد ديسك او الاس اس دي. فلو حبيت تطور اللابتوب لازم تبيع اللابتوب القديم اللي عندك وتشتري لابتوب جديد. بس هنا في مشكله، اللابتوب القديم الضعيف اللي حضرتك رايح تبيعه مش هيجيب لك اي فلوس لانه قديم ومستعمل وضعيف في الامكانيات، فبالتالي هتبقى الحكايه كانك بتشتري لابتوب جديد من الصفر. فالافضل كنت تجيب لابتوب جديد وقوي من الاول. وتاني مشكله في كلمه لما ربنا يكرمك ابقى هات لابتوب اقوى، وهنا بقى الموضوع حاجه من الاثنين، وزي ما ربنا يكرمك يا هتشتغل باللابتوب القديم والضعيف جدا علشان تجيب منه فلوس، وللاسف قلنا ده مش هينفع علشان ما حدش الايام دي بيجيب فلوس من برمجه آلة حاسبه، يا انت عندك شغل تاني غير البرمجه بتجيب منه فلوس وده ماشي ممكن تحوش منه وتجيب لابتوب جديد. مختصر كلامي يا صديقي البروف بدون اي احباط والله، بس كله من خبرتي المتواضعه، معاك تجيب لابتوب قوي ما تتاخرش واشتري، حتى لو هتبيع الموبايل اللي في ايدك وتدفع فيه معظم تحويشتك. طيب لو معاك فلوس على القد ويدوبك تجيب حاجه بسيطه تتعلم عليها، مفيش اي مشكله نهائي، روح اشتري اي لابتوب تقدر على سعره، بس اعمل حسابك انك بعدين هتحتاج يكون معاك فلوس عشان تطور بيها لابتوبك القديم، فهتحتاج تجيب الفلوس دي من شغل تاني وتفحت نفسك فيه وتحوش عشان تشتري لابتوب اقوى، وتكون في نفس الوقت اتعلمت برمجه جنب شغلك، وساعتها تبقى جاهز تنفذ مشاريع برمجيه كبيره تجيب بيها فلوس حقيقيه. والنقطه رقم 2 اللي لازم تاخد بالك منها يا صديقي، اكتر من 80% من اللي هيتفرجوا على الفيديو ده مش مبرمجين ولا مهندسين برمجه وداخلين المجال من باب الشغف والتجربه، واغلبهم شايفين انه بدايه البرمجه يعني تشتري اللابتوب، مع انه اكتر من نصهم هيبرمج اسبوعين على اللابتوب اللي هيجيبه وبعدين يقعد يلعب عليه ويتفرج على افلام ويوتيوب وينسى هو كان جايب اللابتوب ليه اصلا. ونسبه قليله جدا هي اللي هتكمل وهتواصل وهتصبر علشان عندهم هدف وعارفين ان الاراده والتصميم والتخطيط هم الاساس قبل اللابتوب. ومش كل ما نشتغل اللابتوب البرمجه بقى مبرمج. كلمتين للزمن يا بروف حبيت اقولهم لك علشان انت عزيز عليا يا صديقي وكان لازم اوعيك. خلصنا خلاص جزء التوعيه، ندخل بالمعلومات. شوف يا بروف، مبدئيا كده في عوامل مشتركه ما بين اي لابتوب هتجيبه مهما كان مجال البرمجه اللي هتدخله، ولازم يكون رقم 1 وحده التخزين اللي عندك او مجازا الهارد ديسك يكون من النوع SSD وليس من النوع HDD. طبعا فرق كبير في السرعه ما بين الاثنين، بتوصل ل 10 اضعاف السرعه في الاس اس دي. لما تستخدم وحده تخزين من النوع SSD بيكون اللابتوب سريع جدا في فتح الويندوز وفتح البرامج
البرامج ونقل واستدعاء الملفات. ورقم 2 في العوامل المشتركه ما بين اي لابتوب هتجيبه انه يكون الريزوليوشن او دقه الشاشه اللي هتشتغل عليها لا تقل عن فول اتش دي او ابعاد 1920 في 1080 علشان تبقى الرؤيه واضحه ومريحه للعين. رقم 3 لو هتتنقل باللابتوب كتير ومش بس هتقعد تبرمج في البيت، فتاكد ان البطاريه بتاعته بتشتغل لعدد ساعات كتير ما بين 4 و6 ساعات كحد ادنى. فلما تشتري لابتوب جرب بطاريته لمده اسبوع وتاكد انها سليمه وبتعيش ومش هتخذلك يوما ما، ولو مش كده ضروري قوي ترجعه، خصوصا لو انت شاريه لابتوب مستعمل او في مصر بيسموه لابتوب استيراد او وارد الخارج. وهكلمك في اخر الفيديو عن مخاطر شراء اللابتوبات المستعمله، فركز معايا في الفيديو للاخر. رقم 4 لابد ان يكون اللابتوب على الاقل بيشغل ويندوز 10 علشان الدعم. ايه حوار بقى الدعم ده؟ شوف يا صديقي، شركه مايكروسوفت اللي بتصنع الويندوز بتمنع التحديثات والدعم عن الاصدارات القديمه من الويندوز تدريجيا. شركه مايكروسوفت بالفعل منعت الدعم عن ويندوز 7 وكمان الويندوز اللي بعده اللي هو 8.1، والدور جاي على ويندوز 10 في نهايه سنه 2025 تقريبا. والمشكله هنا بقى انه لما بيوقفوا الدعم عن اصدار من اصدارات الويندوز، فشركات البرمجيات اللي هي بتصنع البرامج اللي انت هتبرمج عليها في مسار تعلمك للبرمجه بتمنع هي كمان الدعم عن البرامج للاصدارات القديمه من الويندوز. هتقول لي وفين يعني المشكله لما اجيب لابتوب قديم وضعيف وسطب عليه ويندوز حديث زي ويندوز 11؟ اقول لك للاسف اصدارات الويندوزات الحديثه بتحتاج امكانيات اكبر علشان تشتغل بسلاسه. كمان اصدار زي ويندوز 11 عايز معالج يكون من الجيل الثامن على الاقل علشان يتسطب اصلا. وانا عارف ان في اصدارات ويندوز 11 متكركه هتخليك تشغل ويندوز 11 على اي معالج، بس للاسف وعن تجربه مش هيبقى ستيبل او مش هيبقى الويندوز معاك مستقر ومش هيشتغل معاك بكفاءه. فدي الامكانيات الموصى بها لويندوز 10 وويندوز 11، وحاول ما تقلش عن الامكانيات دي علشان الويندوز ودعم مايكروسوفت والبرامج اللي بتيجي وراها. حبيت بس اعرفك الملاحظات دي علشان ما تجيبش لابتوب ملوش لازمه وترمي فلوس في الارض. وخلينا بقى نفصص كل نوع من انواع البرمجه واحتياجاته من امكانيات لابتوب. البرمجه العامه بتشمل انواع برمجيات بتستخدم بشكل واسع في الحياه اليوميه زي التطبيقات الشخصيه والتجاريه، وهنحط معاها كمان برمجه وتطوير مواقع الويب. وغالبا هتلاقي البرمجه العامه مش مرتبطه باي مجال برمجه تخصصي زي برمجه الالعاب وبرمجه الذكاء الاصطناعي. وامثله على النوع ده من البرمجه زي برمجه تطبيقات سطح المكتب البسيطه زي البرامج اللي بنسجل عليها الملاحظات او التو دو ليست ومايكروسوفت تو دو، برامج كتابه النصوص زي الوورد باد والنوت باد، وكمان برمجه ادوات زي برامج الضغط وفك الضغط زي الوينرار، وكمان مجالات برمجه الويب او الويب ديفلوبمنت زي المواقع اللي بتفتحها على المتصفح وتطبيقات الويب التفاعليه، وفيها طبعا تخصصات زي الفرونت اند والباك اند والفول ستاك، نزولا للبرمجه البسيطه جدا زي برمجه الاله الحاسبه وبرنامج الساعه والمنبه، وبنستخدم فيها لغات برمجه زي بايثون والجافا والسي بلس بلس والجافا سكريبت. وغالبا النوع ده من البرمجه بسيط جدا ومش بيحتاج امكانيات عاليه في اللابتوب. وهنا اقدر اقول لك ان اقل مستوى الامكانيات المطلوبه في البرمجه العامه معالج متوسط يكون كور اي 3 او كور اي 5 الجيل السابع او اعلى، لانه اغلب العمليات هنا ما بتستهلكش طاقه كتير من المعالج. الرامات 8 جيجا هتكون كفايه لتشغيل البرامج اللي هتبرمج عليها او بيسموها بيئات التطوير او الاي دي اي زي الفي اس كود والباي شارم. وحده التخزين تكون من النوع اس اس دي زي ما اتفقنا من شويه، وعلى الاقل تكون مساحته 256 جيجا. كارت الشاشه مش مهم هنا معاك في المجال ده، والامكانيات دي هتكون كفايه لانه البرمجه العامه بتتعامل مع نصوص او بيسموها تكست بيزد اوبريشنز ومش بتحتاج لمعالجه رسوميه او بيانات تقيله. ولو هتتنقل باللابتوب كتير فحاول تركز على لابتوب خفيف وسهل التنقل لانك غالبا هتشتغل عليه في اماكن كتير بره بيتك خصوصا لو انت طالب. وهنا ارشح لك لابتوب ديل اكس بي اس 13 وكمان لابتوب ايسر اسباير 5، ولو عايز حاجه ارخص شويه ممكن تجرب لابتوب لينوفو ايديا باد سليم 3، ولو عايز حاجه ارخص كمان فهات الاتش بي 255 جي 8. انا عايزك ما تحكمش نفسك على اللابتوبات دي، لو لقيت حاجه ارخص في نفس الامكانيات مفيش مشكله، ولو في مقدورك حاجه اقوى واغلى برضه فما تبخلش على نفسك. ندخل على مجال البرمجه الثاني وهو مجال تطوير تطبيقات الموبايل او الموبايل ديفلوبمنت. وهنا تتعامل مع بيئه تطوير بيبرمجوا عليها او بيصنعوا عليها تطبيقات الموبايل زي التطبيقات اللي بتشوفها على جوجل بلاي او البلاي ستور. البرامج او بيئه التطوير دي زي اندرويد ستوديو واكس كود، واللي بتعتمد بشكل كبير على المعالج في بناء التطبيق واللي بيسموها البيلد والكومبيليشن، وبتتعامل كمان مع انظمه محاكاه او ايميوليتورز، وبالتالي هتحتاج معالج متعدد الانويه زي كور اي 5 وكور اي 7 علشان تضمن اداء مستقر. الرامات هنا بقى لازم على الاقل 16 جيجا رام علشان هتحتاج تشغل اكتر من عمليه مع بعض، زي انك تشغل الايميوليتورز وبيئه التطوير مع بعض في نفس الوقت. التخزين على الاقل تكون المساحه عندك 512 جيجا من النوع طبعا اس اس دي علشان هتتعامل مع مكتبات ضخمه وادوات الاس دي كي. وطبعا بنحتاج الامكانيات دي علشان طول الوقت بنتعامل مع حاجه اسمها المحاكيات اللي بتحاكي اجهزه حقيقيه لكن بخصائص معقده شويه، وده
عايز رامات وذاكره قويه. لابتوب زي اتش بي فيكتوس جيمنج لابتوب هيكون كويس. اعلى شويه هيكون لينوفو ليجن 5، وهتلاقي تحت كل واحد فيهم الموديل بتاع اللابتوب. ولو اعلى شويه هيكون ديل جي 15 5530 اللي بيجي بكارت الشاشه ار تي اكس 4050، وفي نوع تاني بيجي بكارت ار تي اكس 3050. نيجي بقى لنوع البرمجه التقيل وهو تطوير الالعاب او الجيم ديفلوبمنت، وده المجال اللي بيقعدوا يبرمجوا فيه الالعاب اللي حضرتك بتقعد تقضي وقت فيها كتير بالساعات، زي بابجي وفورتنايت وكول اوف ديوتي نزولا لكاندي كراش. وبيتم تطوير الالعاب على محركات زي انريل انجن ويونيتي اللي بتعمل حاجه اسمها ريندرنج اثناء التصميم والتطوير. كمان اللي بيشتغلوا في مجال تطوير الالعاب بيبقوا عايزين يصمموا الشخصيات والاجواء المحيطه او البيئه المحيطه اللي بتشوفها جوه اللعبه، فبيحتاجوا ان هم يتعاملوا مع برامج تصميم ثلاثي الابعاد او 3 دي موديلنج زي برنامج بلندر. علشان كده برمجه الالعاب تقيله شويتين وبتحتاج معالج قوي يكون 8 انويه او اكتر، زي المعالج انتل كور اي 7 11800 اتش، لكن الاعتماد بيكون اكتر على كارت الشاشه او الجي بي يو. محتاج طبعا على الاقل كارت شاشه زي جي تي اكس 1660، ويفضل طبعا كروت زي ار تي اكس 3060 لمعالجه هذا الكم الهائل من الرسوميات في الالعاب. الرامات 16 جيجا كحد ادنى، والله لو قدرت تخليها 32 جيجا يبقى زي الفل. مساحه التخزين لابد انها تكون على الاقل 1 تيرا اس اس دي، ال1 تيرا اللي هو ال 1024 جيجا، علشان هتخزن عليها مكتباتك من النماذج ثلاثيه الابعاد والملفات الصوتيه والرسوميه. وبنحتاج الامكانيات دي علشان تصميم الالعاب بيتطلب تنفيذ عمليات معقده في الوقت الحقيقي او بيسموه الريل تايم، زي تتبع الاشعه او ري تريسنج وتحليل فيزياء اللعبه او الجيم فيزيكس. لابتوب زي ديل جي 15 5530 اللي كلمتك عنه في برمجه تطبيقات الموبايل هيكون كويس جدا، او اصدار الجي 15 5520 بكارت 3060 ومعالج 12700 اتش. لو معاك اكتر ممكن تجيب لابتوب لينوفو ليجن برو 5 معالج اي 7 13700 اتش اكس وكارت 4060 مع 32 جيجا بايت رام. اما بالنسبه للمجال الترندي الجامد جدا واللي اتكلمت عنه بالتفصيل في حلقه مخصصه هو مجال الذكاء الاصطناعي وتعلم الاله او الماشين ليرنينج. وبكرر تاني المجال ده قوي جدا وصاعد في مستقبل البرمجه، ولو انت لسه مبتدئ في البرمجه ابدا فيه من غير ما تفكر. في المجال ده بتبرمج نماذج ذكاء اصطناعي او اي اي موديلز في شتى التخصصات بقى زي ال NLP وتحليل البيانات والكمبيوتر فيجن. والمجال ده الصراحه بيحتاج لابتوب قوي شويتين 3 4. المعالج يكون قوي علشان حضرتك تتعامل مع كميه بيانات او داتا ضخمه جدا، فما تقلش عن معالج كور اي 7 مع 8 انويه. الرامات لابد ان هي تكون 32 جيجا عشان زي ما قلنا هتتعامل مع كميه داتا كبيره، وكارت الشاشه ضروري علشان تحتاج انويه الكوده الموجوده في معالجات كروت شاشه انفيديا زي كارت ار تي اكس 3060. وحده التخزين بقى لابد ان هي تكون اس اس دي وتكون مساحتها 1 تيرا على الاقل، والامكانيات دي مطلوبه علشان تدريب نماذج الاي اي بياخد وقت وطاقه، فما تستخسرش في الامكانيات، وهتلاقيها تقريبا قريبه من نفس المواصفات اللي قلتها في مجال تطوير الالعاب او الجيم ديفلوبمنت. واخيرا مجال الامن السيبراني او السايبر سيكيورتي. وبصراحه مجال الامن السيبراني مختلف شويه لانه بيتطلب لابتوب قوي في المعالجه والتخزين بالاضافه لمرونه عاليه في تشغيل الانظمه الافتراضيه او بيسموها الفيرتشوال ماشينز، علشان هتتعامل مع ادوات اختراق مختلفه، وهتتعامل برضو مع انظمه تشغيل زي الكال لينكس والبارت او اس وكمان الويندوز سيرفر. وهتحتاج برضو معالج قوي لا يقل عن 8 انويه وكور اي 7 او ما يناظره كحد ادنى من شركه اي ام دي. الرامات ضروريه وتحتاج 16 جيجا على الاقل، ويفضل ان هي تكون 32 جيجا علشان تحتاج انك تشغل اكتر من نظام افتراضي زي تشغيل بيئه اختبار هجوم وبيئه اختبار دفاع في نفس الوقت. اما مساحه التخزين فكفايه اس اس دي بحجم 256 جيجا. كارت الشاشه مش مهم قوي الا في حالات معينه ونادره جدا ومش هتقابلك كتير اصلا. وطبعا الامكانيات دي بنحتاجها علشان بيئات الامن السيبراني بتعتمد على تشغيل العديد من الادوات والانظمه الافتراضيه في وقت واحد، وكمان معالجه الحزم او الباكيت اناليسيس وتحليل الشبكه بيتطلبوا هما الاثنين قوه معالجه كويسه وسرعه تخزين عاليه. لابتوب زي لينوفو ثينك باد اكس 1 كاربون او اي حاجه في نفس الفئه هيكون كويس جدا. وخلينا اكلمك في اخر نقطه في الحلقه كلها، وهي اللابتوبات المستعمله او اللي بيسموها تجاريا لابتوبات الاستيراد. اهرب، انا بقول لك اهرب. لو دخلت محل لابتوب وقعد يشمر لك ويشكر لك في كل لابتوب ويقول لك ده بقى استيراد وورد الخارج وحاجه نظيفه ومعاه كارت شاشه انفيديا 4x4 اب طول المريخ ومعالج تربو انتل هارد كور، وهيقول لك بص يا ريس ده اقوى من اي جهاز ممكن تشتريه جديد، واسمع مني ده بتاع برامج هندسيه ومحشي مهلبيه. اهرب اهرب وما تسمعلوش. عندك جديد يا عم الحاج ماشي، ما عندكش السلام عليكم. اولا يا صديقي اللابتوبات كلها مستورده، كل اللابتوبات سواء جديد او مستعمل كلهم جايين من اوروبا وامريكا، مفيش تصنيع محلي عندنا للاسف.
هتلاقي بقى التجار بيستخدموا كلمه لابتوب استيراد بدلا من مستعمل، واللابتوبات دي بيكون ادمت قوي في بلادها في الغرب وبيبيعوها للدول الناميه برخص التراب. يجي بقى التاجر يكسب عليك اكتر بكتير من اللي كان هيكسبه لو اشتغل في اللابتوبات الجديده. علشان كده لو دخلت محل لابتوب بيبيع لابتوبات جديده ولابتوبات مستعمله او اللي هي الاستيراد، هتلاقيه بيرشح لك من المستعمل الاول علشان مكسبه فيه اكتر. ثانيا بقى اللابتوبات المستعمله بيكون متعدل فيها حاجات كتير، وبيدي لك اللابتوب بتاعك متقفل ومتبرش، ولا تعرف ايه اللي اتعدل فيه ولا حالته كانت ايه اول لما وصل بلدك من بره. شوف ان شاء الله لو تبيع الموبايل اللي في ايدك وتكمل عليه وتشتري لابتوب جديد، لكن ابعد عن اللابتوبات الاستيراد دي، عافانا الله واياكم. طيب يا بروف، لو واحد صاحبي مثلا بيبيع لابتوب، او لقيت حد على جروب مثلا بيبيع لابتوب مستعمل بسعر اقل، اشتري ولا ايه؟ شوف يا صديقي البروف، لو كان اللابتوب ده اصلا جديد وصاحبه بيبيعه بعد ما استعمله فتره، يبقى اوكي، شوف حالته واشتريه لو كان تمام، لكن ابعد كل البعد عن اللابتوبات اللي كان اصلها استيراد. مختصر الكلام، دور على اللابتوب ابن الاصول يا صديقي، علشان ابن الاصول هو اللي هيعيش معاك. اتمنى تكون الحلقه مفيده وفيها كل اللي انت عايزه وجاوبت لك على كل اسئلتك. برضو لو عندك اي سؤال اكتب لي في الكومنتات. لايك شير سبسكرايب. اشوفك الحلقه الجايه. تصبح على خير.